على هامش القمة العالمية الأولى لسلام وورد، الموقع الإلكتروني الإسلامي الأول للتواصل الاجتماعي، التقينا مع الأستاذ نهاد عوض مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، الذي أطلعنا على طبيعة المؤتمر قائلا: في الواقع هذا المؤتمر أو القمة النخبة من المفكرين ورجال الأعمال والناشطين والمهتمين في تطوير الأداء الإسلامي في الفضاء الإلكتروني هي فرصة يعني فريدة من نوعها، يجب الانتباه إليها ودعمها، لأنها تتطلع إلى فتح فضاء جديد للمسلمين حول العالم وإعطائهم فرصة في تنظيم أنفسهم في التداول الاجتماعي والتعارف، التبادل الثقافي وحتى التجاري، وتقديم حلول ليس فقط للمسلمين أنفسهم بل للعالم. فيسبوك وتويتر مواقع اجتماعية تأثر بها الشباب. سألنا الأستاذ نهاد عن دور الشباب المسلم وطبيعة الموقع الجديد وأهدافه فأفادنا. وموقع إسلامي بعدة معاني: التبادل الاجتماعي والثقافي، وهو يعتبر الركيزة الأولى، حيث عندما يتم التعارف بين مئات الملايين من المسلمين حول العالم في القارات الخمسة، ويضعوا على هذه الشبكة خبراتهم ومعلوماتهم ورغبتهم في التعاون فيما بينهم، ستخلق فرص جديدة لتطوير أدائهم الاجتماعي وأدائهم السياسي. ويبدو أن القوى الشبابية والمهنية هي التي تقود هذا المشروع، ولديهم أفكار ورؤى مستقبلية يحتاجها ليس فقط العالم الإسلامي بل العالم أجمع. الثورات العربية التي انطلقت من المواقع الاجتماعية وتأثير التطور التكنولوجي على العالم الإسلامي كان من الملفات التي تطرقنا إليها مع مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية. أنا أعتقد أن الثورات العربية قد تكون أحد المشجعات لرواد هذا المشروع، بأن الإبداع بإمكانه أن يطور التكنولوجيا نفسها. الذي اخترع شبكة الفيسبوك والإنترنت لم يحلم يوما أن مجتمعات عربية ستستخدم هذه الشبكات في عمل نهضة وثورة اجتماعية تاريخية وحديثة سلمية ونقية، ألهمت وأبهرت العالم حولها في كل مكان. ومن هنا فكرة هذا المشروع تؤمن بالإبداع وتؤمن بأنه لا يوجد شيء مستحيل. وتطرقنا مع الأستاذ عوض إلى مجلس العلاقات الإسلامية الأمركية الذي يرأسه أهدافه، فأردف قائلا: مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية هي مؤسسة فاعلة في الولايات المتحدة، عليها عبء ومسؤولية كبيرة جدا في الدفاع عن حقوق المسلمين وتنشيطهم سياسيا وإعطاء أفضل صورة يجب أن يتمتع بها المسلمون، وأيضا تعريف المجتمع الأمريكي الذي يجهل بالإسلام عن الإسلام والمسلمين. سلام وورد مشروع مشتق من كلمة سلام، موقع يمكن أن يكون جسرا للتعاون بين الشرق والغرب في العديد من المجالات. يسعى القائمون عليه أن يكون جسرا بين المسلمين في العالم في العديد من المجالات بمفهوم إسلامي يسهم في نقل وسائط المعرفة إلى الشعوب الإسلامية بأسلوب علمي معاصر. لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، اسطنبول.